بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم في قناتي أكلة هنية مع وصفات نانا. النهاردة هنعمل طريقة صلصة المكرونة بطريقة جديدة جدا، طريقة المطاعم وطريقة الفنادق الكبيرة. مش هنعملها بالطريقة التقليدية اللي احنا عارفينها. تعالوا معايا نشوف بنعمل ايه. معايا انا هو الطماطم قطعتها قطع زي ما احنا شايفين، وبرضو عندي هنا هو البصل قطع، ومعايا 5 فصوص من الثوم مع رشة ملح. وهناخد الحلة ونحطها على النار ونسيبها على النار كده هوت لغاية ما تستوي معانا الطماطم والبصل والثوم. هنغطيها طبعا كده هنا هوت ايه. هي بتبتدي تصفي ميتها اهيت على النار. بسيبها لغاية ما بتستوي خالص معايا زي ما احنا شايفين كده هوت بالمنظر دوت اهي. طبعا بتتابعيها من وقت للتاني لغاية ما بتستوي معايا خالص الطماطم. بطفي عليها بستنى لما تبرد، وطبعا هناخدها كلها كده هو زي ما هي وهنضربها في الخلاط. هنا بكون مجهزة المية بتاعة المكرونة عشان تتسلق. طبعا بنحط الملح وبنحط شوية زيت وبنسقط المكرونة بعد ما المية بتغلي كويس جدا. طبعا اول مره يشوف قناتي بتمنى تنوروني وتشرفوني وتدعموني. الاشتراك في القناه، واللي هتعجبه الوصفه ان شاء الله ان شاء الله تعجبكم اللايك والشير والكومنت الحلو طبعا اللي بيشجعني ان احنا نستمر ونقدم وصفات جديده. طبعا هنا هو زي ما احنا شايفين جبت هنا هو الطماطم عملتها في الخلاط، ضربتها في الخلاط، وادي هنا هو بعد ما اتضربت في الخلاط كويس. طبعا هنا هنكون مجهزين التوم المفروم مع شوية زيت على النار اهيت. هنقلب كويس التوم لغاية ما بيصفر معايا. لغايه ما بيصفر، بس ما بستناش لما بيحمر. اول ما بيصفر كده معايا التوم وريحته بتطلع ببتدي ان هو اسقط عليه الطماطم اللي احنا عملناها في الخلاط، الطماطم والبصل والثوم اللي اتطحنوا في الخلاط معايا اهي كده. انا هوت التومه اصفرت معايا، حطيت عليها الطماطم. طريقه هتعجبكم جدا جدا، وطعم الصلصه هتبقى تحفه جميله جدا 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 للمكرونه اهي. طبعا هنحط لنا اهوت معلقه فلفل اسود ومعلقه سكر طبعا عشان الحموضه. ما بحطش تاني توابل، هو الفلفل الاسود بس. طبعا بتاخد غلوتين لان هي طبعا كنت حطاها على النار قبل كده، بتاخد غلوتين وبطفي عليها. بتظبطش الملح بتاعها، هتديكي طعم جميل جدا جدا جدا. اللي هتعجبه الوصفة اتمنى اللايك، تحطي لي اللايك الجميل بتاعك. ويا رب يا رب كده تنوروني وتشرفوني وتدعموني باللايك الحلو والاشتراك الجميل بتاعكم والكومنت الجميل اللي بيشجعني. كده الصلصة خلصت معايا والمكرونة اتسلقت اهيت زي ما احنا شايفين الجمال، شايفين الصلصة شكلها جميل جدا، وطبعا طعمها اجمل واجمل اهيت. مكرونة الاسباجيتي جربوها بالطريقة ديت هتعجبكم قوي 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 قوي. اتمنى تكون الوصفة عجبتكم. ادي الشكل النهائي للمكرونة. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الى اللقاء مع وصفة جديدة وفيديو جديد.